وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من المغرب الباحث في العلوم السياسية الأستاذ إبراهيم صافي. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، تحية لك ولمشاهدي قناة دار الأئمة. أهلا وسهلا بك. إذا السيد إبراهيم، العاهل المغربي تحدث عن استفزازات لجبهة البوليساريو، ما سبب تكاثر هذه الاستفزازات هذه الأيام على حد ما ذكره العاهل المغربي للأمم المتحدة؟ أولا تشكل دعوة الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو الانفصالية في منطقة القرقارات، بالنقطة الحدودية مع موريتانيا جنوب مدينة داخلة. تشكل ناقوس خطر يهدد بشكل جدي الجهود التي يقوم بها المنظمة الدولي في ضمان الاستقرار والسلم بالمنطقة. رسالة المغرب هي واضحة، يطالب فيها الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها عن كافة الاختراقات التي تقوم بها عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو في هذه المنطقة. فخطورة هذا التضييق العنيف والمسلح شيئا ما يهدد بإحراق اتفاق وقف إطلاق النار الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في شتنبر 1991. الوضعية التي دفعت ولا خلفيات تحرك عناصر بوليساريو ومحاولة فرض سيطرتها بالقوة في هذه المنطقة بعدما استنفذت كافة الأوراق الدبلوماسية في الدفاع عن الأطروحات الانفصالية. الخلفية الأولى أن العمليات التطهيرية والتمشيطية التي قام بها المغرب في الشهور الأخيرة في هذه المنطقة الحدودية التي تعرف حركة واسعة لمافيات التهريب والاتجار في الأسلحة والبشر، والأخطر من ذلك هو سعي التنظيمات الإرهابية المتطرفة في تحويل المنطقة العازلة شرق الجدار الرملي إلى ملاذات آمنة للجهاديين وتوفير منابع للتمويل لهذه العمليات. ضربت الارتباطات المتداخلة وتبادل خدمة المصالح بين ميليشيات بوليساريو والمجموعات الإرهابية من خلال تسهيل تهريب وتهجير المقاتلين وتوفير خدمة التدريب العسكري في هذه المناطق. أستاذ إبراهيم، هل هناك رسائل ترسلها البوليساريو للمغرب إثر انضمامها للاتحاد الأفريقي؟ وبدون شك أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هناك قوى إقليمية لا ترغب في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن هذه العودة ستنعش بدون شك المبادلات التجارية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية، وبالتالي محاولة أولا لعرقلة الخطوط البرية بين المغرب وهذه البلدان الإفريقية. وكما قلت بأن البوليساريو استنفذت أوراقها الدبلوماسية والتجأت إلى خطوات تصعيدية بحمل السلاح في وجه المغرب. أولا من أجل هدفها هو توريط المغرب في حرب، وهذا المغرب يرفض هذا الخيار، وهو دخل في الخيار منذ 1991 بخيار السلمي التفاوضي لحل النزاعات. الباحث في العلوم السياسية من المغرب الأستاذ إبراهيم صافي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.